فالقلب السليم هو علامة من علامات السعادة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون. وهذا اليوم المراد به يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. القلب السليم هو قلب سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الغفلة، سليم من الهوى. هو قلب مليء بالتوحيد، مليء بالسنن، مليء بالإيمان واليقين. والقلوب كما قال أهل العلم ثلاثة: قلوب مريضة، وقلوب قاسية، وقلوب سليمة. القلب المريض يرجى شفاؤه، ويكون ذلك بطاعة الله والإكثار من ذكره سبحانه، والاعتصام بكتابه، واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القلب القاسي فهو قلب ميت، فهو خطر على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. قال أحد الصالحين: عجباً للناس، يبكون عن من مات جسده ولا يبكون عن من مات قلبه، وهو عند الله أشد. موت القلب أخطر من موت الجسد. موت الجسد كلنا سنموت، ولكن موت القلب قد يؤدي بك إلى أن تكون من أهل الشقاء يوم القيامة.